خلينا نتوقف مع هذا التقرير اللي صورناه بمنزل الشيخ بيير الجميل مع زوجته باتريسيا ومع أولاد خيك أمين وألكسندر. هذا التقرير مشاهدينا ونعود إلى الشيخ سامي الجميل. 6 سنين صار والأولاد كبروا، كيف بتخبريهم شو صار؟ شو بتشرحي؟ شو بتقولي؟ أنا من أول نهار دغري واجهتهم بالواقع، يعني ما فيك مع أولاد بهالعمر ما فيك تنطري، لأنه خصوصا بوضعهم هن محوطين كثير، يعني معرضة. وهذا اللي تقريبا صار، إنه حي لحدا يجي يسمعوها ويقول لهم إياها بالطريقة اللي وقتها تضايقهم، حتضايقهم بكل الأحوال، بس تضايقهم تعمل لهم عقدة. أنا كنت بدي بأكثر طريقة فسرهم اياها مثل ما يمكن من محل بيير ساعدني انا جرب افهمها، انه هالدنيا مشوار طريق وصل لبيير حلم يشوف لبنان مستقل، رجع عمل استقلال ثاني، هو فتح الطريق، هو اول واحد وقف بمجلس النواب ورجع حكي بالعالي. بيير هو رجع على سقف خطاب سياسي كان مطلوب يرجع، كان هو كان رجال الموقف. آن الأوان أيضا أن تقلع سوريا عن وصايتها عن لبنان واعتمادها على التدخل العسكري والسياسي والمخابرات أيضا في الدفاع عن أمنها في لبنان. حقق لحزبه، حقق لعائلته، حقق لنا نحن عائلته صغيرة. لما نشوف تمثال الشهداء بساحة الشهداء أيام العثمانيين، في عالم استشهد قدمت حياتها. بيير من قافلة الشهداء هو بهالمرحلة قدم حياته، ولبنان نتيجتها عم يبقى هلا لبنان يصير بلد، هي لبنان المثالي أنا بلاقيها. لبنان هيك بنعيش فيه، بس نبقى على القليل بقينا، يعني قد ايه جربوا ما يخلونا وبعدنا باقيين، بعده هالبلد بلدنا. ما بدنا جيش على لبنان الا الجيش اللبناني، ما بدنا علم بلبنان الا العلم اللبناني. نحن بنقبل ان نكون الضحية الاولى وفي كل لحظة الضحية الاولى دفاعا عن لبناننا الحبيب، دفاعا عن لبناننا الحبيب. هي لبنان المثالي انا بلاقيها، لبنان هيك بنعيش فيه، بس نبقى على القليل بقينا، يعني قد ايه جربوا ما يخلونا وبعدنا باقيين، بعده هالبلد بلدنا. ما بفكر فيها انه قراري، يعني بيير وقت بلش ما كان بالوارد اللي عمله يقدر يحققه، وما كان حدا قدر يوقفه ولا حدا قدر يعمله عنه. يعني الاولاد نهار اللي هن رح يحبوا ورح يقرروا، انا دوري ادعمهم، ما في اجي اقول لهم وقفوا ولا بقدر وقفهم، واذا هن مش حابين ومش فيهم ومش رح ينجحوا فيها، مش دوري ادفشهم كمان يعملوا اللي هن بينجحوا فيه. هيدا منه السياسه، منه شغل السياسه فرنسي باسيون، شغف. هذا يا شغف بدك تعيشيه تنجحيه، لأنه بهالبلد بتقدمي حياتك كمان. يعني ما هيك بتقلك انه رغم مصير الوالد الصعب، رغم الشهاده، رغم حزب الكتائب اللي قدم كثير شهداء، بتربيهم بعد ككتائبيين. اكيد ما فيك تحميهم. اول شيء هو الاولاد لبيير مش بس اولاده، يعني اولاده اكثر من اولاده، حاملين له اسمه، ورجال بدهم يطلعوا شباب بكره وبدهم يعيشوا لبيهم تيكتملوا. وانا دوري مثل ما كان دوري حبيهم، ادعمهم باللي هن بيقرروه. كان يخبرك بيير مثلا انه هو شو بيحلم للبنان، شو بيشوف، شو هي تطلعاته؟ باول فتره اكثر من باخر فتره، لان باخر فتره صار الطريق ماشي فيها، يعني صار هو ماشي ولاحقينه وصرنا شايفين هالحلم معه. بس اول ما تعرفت عليه كان عم يغلي من جوا، بده يرجع ينوجد لبنان، بده يرجع انه لبنان مستقل، بده يرجع يرد حزب الكتائب، لانه يعتبر هو بينطلق منه، بيعتبر هيدا هو تراثه، هيدا نضاله. نقبل ان نكون نحن الجسر العابر الذي يعبر من خلاله مجتمع ضائع الى مجتمع واضح مطمئن سليم ومستقر، كان بده عائلته ترجع تنوجد بهالبلد بالقوه يلي نضلت كرمالها، بالقوه يلي بيعتبر هو انه التضحيه يلي قدمتها ويلي العالم قدموها معها ما تروح جيعان. كان يحكيهم معي انه هو بده يشتغل هالشغل وبده يجرب. كان عمره 22 سنه. انا نحن ما بنعيش كثير بالعائله، انا بكره انت بتضلك مع هالولاد وبتساعديهم بتضلك. كان يفكر بهالطريقه. لاخر شهر حلفت يمين، يعني بس حلفت دايما بقول لهم اياها، ما حلفت لانه بحبه لبيير، حلفت لانه تناعم. لأي متى يا رب رح تبقى الامات بلبنان عم تلبس ثياب السود؟ لأي متى يا رب رح تبقى عيون الاطفال عم تذرف دموع؟
لا متى يا رب بلدنا رح يبقى مجروح؟ اعطينا يا رب الشجاعة والقوة تنعرف نحافظ على الوطن. بتعرف انه امبارح قد ايه بكيت الناس؟ هذا قال لك؟ كثير. كل الناس اليوم وين ما رحت كانوا عم بيحكوا عنكم اكثر شيء. قد ما الناس بتحبيكم وشافوا هيك، شافوا بيير صغير فيكم. هذا قال لك هالشيء؟ لا بس أمي بتقلي. بس حسيت انه رياكسيون الناس معك قد ايه كانوا مأثرين؟ ايه. شفت شو عملت قد ايه أثرت فيهم؟ شو أكثر شيء بتذكر من الوالد؟ بتذكر انه كنا نلعب سوا ونلعب على البلاي ستيشن على التخت وكنا نحكي عن وياه. كان لما يعطوني دفوار انه احفظ نشيد الوطن وكان كتير شد عليه تحفظه. بقول انه هذا بطل وانه عطى حياته للبنان وهيك انه بنبسط لما اشوف. إذا هلا عم بيسمعك شو بتقول له؟ انه بحبه وبتمنى يكون هلا. بتقول له انه بعده ما بتقدر تنسى. شيخ سامي بدي اعتذر منك وبدي اعتذر كثير من ست باتريسيا ومن امين ومن الكسندر. يعني ابدا ما كان قصدي لا بكيكم اكثر اللي فيكم كفيكم، بعرف هالشيء. بس ما قدرنا ننقل الصوره لان فعلا اوقات واحد بيفكر لازم يكون في ضمير بمطرح ما بكفي هالبلد، دم وشهداء واولاد ونساء عم تبكي. بعتذر منك مره جديده شيخ سامي بدنا نرجع نكمل. بعرف انه صعبة بس بدي اقول لك بالنسبة للولاد شيخ سامي، وانا كثير بقدر هالدموع الغالية اللي ما كنت بحب شوفها على الهوا اكيد، ولا الولاد نبكيهم. نحن كنا طالعين نصور اولاد الشهيد بيير جميل عم بيلعبوا ونحن قعدنا عم نلعب سوا. بس الكسندر اللي عمره 9 سنين حضرتك بتعرف انه ولا مرة فيك تجيب سيرة والده بلا ما يبكي، ولا مرة فيك تسأله عنه غير ما يبكي، مع انه يمكن كان عمره 3 سنين بس لما والده استشهد. ونفس الشيء امين، يعني التأثر الاولاد كتير كتير قوي بالقصة. بس نحن قصدنا نقول يمكن هيدا صورة كمان لأن الناس لازم تحس مع بعضها شوي، الناس لازم تعرف قبل ما تشتم وقبل ما حضرتك تعرف مقدار الحقد والكراهية الموجود صار بين اللبنانيين شيخ سامي. يعني حتى الدم مش بس ما عم بيوحد اللبنانيين، ما عم بيخليهم يحبوا بعض. فأنا بعتذر مرة جديدة من دموعك ومن دموع الأولاد ومن دموع ست باتريسيا، وبشكركم كتير إنه عم تقبلوا تطلعوا، ونحن صراحة عم نصر عليكم.